الاستعداد ليوم الرحيل. نحن في زمان نكاد في اليوم الواحد نرى عشرات الخلق يموتون، بين رجال ونساء، بين شباب وشيبان، يعني صحح لي المعلومة أستاذ يعني. ونرى من في الأمس كنا نجلس هذه الجلسة وإذا بنا نفاجأ أن أحد الأفاضل قد مات ورحل، ثم نبتلى بالثلمة الأعظم وهي موت العالم، ونحن نعلم أن موت العالم ثلمة لا تسد إلا بعد مدة طويلة، ونحن ابتلينا بموت شيخنا أبي إسحاق. أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يكرم نزله ويوسع مدخله، وأن يلحقنا به صالحين، وأن يجعله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونذهب للقبور ونشيع الجنازات، ويعني نرافق الجنازة حتى نرى هذا القبر يفتح، وهذا الكفن يوضع، وهذا الجسد يغلق عليه بالتراب. ثم بعد ذلك بعدما ننتهي من الدعاء للميت نعود إلى بيوتنا، ونعود إلى المعاصي، ونعود إلى الذنوب، ونعود إلى الجرأة على الله، ونعود إلى الكذب والغش وغير ذلك. أين الاتعاظ؟ نحن نعلم أننا في زمان تسارع فيه الوقت، كثرت فيه الزلازل، كثرت فيه المصائب، كثرت فيه الفتن، أزهقت فيه أرواح، رفع العلم وكثر الجهل. كل هذا ألا يجعلنا أن نحقق تقوى الله بأن نخاف ونعمل بكتابه؟ دعوني أضيف هذه من عندي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نعود إلى الاتعاظ بكل ما جاء من وعد ووعيد، ونخاف ونتعظ بالموت. اذكروا هادم اللذات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا هادم اللذات. أي شهوة مهما علت مجرد أن تذكر الموت أو أن تنظر وتعاين الموت أمامك تخمد الشهوة. فلنتذكر ونذكر أنفسنا بالموت لعل قلبا منا يرق، وإلا فإن لم يرق القلب بالموت فلماذا سيرق أو فبماذا سيرق؟